احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كده فيديو بشكل جديد وبشكل مختلف شويه، هنتكلم عن قطبين الكره المصريه في فيديو واحد. انا اقول اخبارهم برضو في فيديو واحد، بس ده هنتكلم عليه في جزء وده في جزء تاني. فخليكم معانا لغايه النهايه، ان الفيديو ده بجد فيه كلام كتير قوي وحاجات كتير قوي، وحاجات هتهمك يعني وحاجات هتفيد بيها. ويلا بينا على الفيديو. اهلا مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. وزي ما اعتدنا كده نصلي على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد. فانت لو شوف الفيديو ده في وقت ما الصلاه، اقفل الفيديو وروح صلي، وبعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. قبل اي ما نقول لك برضه اي اخبار، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم كويسين وبصحه تملي يا رب، ورمضان يكون شهر خير بجد عليكم. واتمنى كلكم تكونوا دخلتوا على شهر رمضان، واول يوم اهو في شهر رمضان بيعدي معانا، انكم ما تكونش فاقدين حد غالي على قلبكم، وتكونوا داخلين كلكم اسره واحده وعيله واحده، وتكونوا كاملين، مفيش حد غالي فقدتوه يعني، ان شاء الله ان شاء الله. النهارده كان هنتكلم عن اخبار نادي الزمالك واخبار نادي الاهلي، القطبين الكره المصريه في فيديو واحد، بشكل جديد كده. بنعمل حاجه جديده، بننوع شكل جديد. احنا يعني مش شكل جديد اللي هو حاجه عمرها ما حصلت، لا، حاجه انا اول مره اعملها في قناتي. هنتكلم على قطب نادي الزمالك، وهنتكلم على نادي الاهلي، وهنقول اخبارهم هما الاثنين. فخلينا نبدا بالاخبار. نادي الزمالك الاول. نادي الزمالك خلاص. انا طلعت في فيديو لسه نازل من شويه، قلت فيه ان نادي الزمالك والاداره استقر على مدير فني مصري، قصدي اجنبي ولا ايه. وقلت ان في فيريرا مشي غير ما واخد كل مستحقاته. كل الكلام ده انا قلته يا جدعان كان مبني على لسان ناس من داخل نادي الزمالك، ناس طلعت اتكلمت ومن الاداره داخل نادي الزمالك. فانا طلعت قلت الكلام ده على مبدا كده، ما جبتش حاجه مش وانا نايم بحلم رحت قلت الكلمتين دولت، لا، انا طلعت قلت على الكلام بتاعهم. بس عشان تقدر تقول مفيش رئيس نادي قادر يتحكم. ف... فالاخبار كلها كل شويه بيقولوا اخبار جديده، بس الاخبار دي اللي حاليا اللي اتقالت وبيقولوا ان هو خلاص يعني قراره مش هيرجعوا فيه. النادي الزمالك استقر على مجلس الاداره، وكله استقر على مدير فني جديد، وهو اللي هيكون ماسك الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك. هيكون مدير فني مصري، وهيكون مصري. ودي في دي كمان ان هو مسك الزمالك قبل كده، درب الزمالك قبل كده، مدير مصري ودرب الزمالك قبل كده. وهيعلنوا عن اسمه بعد الماتش بتاع الزمالك والبنك الاهلي اللي في بطولة كاس الرابطة. هيعلنوا قبل الماتش او بعد الماتش، بس الشكل الاكبر ان هو هيعلنوا بعد الماتش. ده اول خبر معانا، ان هو خلاص اخدوا القرار النهائي ان هيكون المدير الفني هيكون مدير فني مصري ومسك الزمالك قبل كده. ده اول خبر، وهيعلنوا عنه بعد مباراة بنك الاهلي في كاس الرابطة اللي هي يوم الاحد. اتنين واتنين يا جدعان. فيريرا تنازل عن 520 ألف دولار. 520 ألف دولار. 520 ألف دولار فيريرا اتنازل عنهم من ضمن مستحقاته. هياخد الباقي من مستحقاته، واخد الباقي تقريبا من مستحقاته، وتنازل عن 520 ألف دولار. شيء كويس جدا من فيريرا. بس فانا مش عايز اتكلم عن فيريرا ده كتير، فانا اقول الخبر بتاعه بسرعه بامانه. استغرب من فيريرا في حاجات كتير قوي. ثلاثة تأجيل ماتش الزمالك والمصري اللي هو في الدوري، أجلوه بسبب ماتش أفريقيا اللي هيتلعب قصاد المريخ، اللي ملوش 90 أي لازمة أساسا، بس يعني أجلوا لنا الماتش بتاع المصري. تم التأجيل بتاع ماتش المصري اللي هو كان المفروض يتلعب في الجولة ال 22. بدل ما يتلعب في الجولة 22، لا، هيتلعب في الجولة 23، وهيتم تأجيل مباراة طلائع الجيش. يعني احنا كنا في المفروض في الجولة 22 هنلاعب المصري، ال 23 هنلاعب طلائع الجيش، لا عكسوا، خلونا في 23 هنلاعب طلائع الجيش. وهيلغوا قصدي لا، هنلاعب مصر وهيلغوا هيأجلوا ماتش طلائع الجيش. يعني كده تم تأجيل ماتش مصر من جولة 22 وهتلعب في جولة 23. كل اللي فات ده وكل ده كان يخص اخبار نادي الزمالك وقلعه نادي الزمالك. فركز معانا، كل اللي فات ده كان اخبار نادي الزمالك اللي قلنا فيها ان فيريرا تنازل عن مستحقات نص مستحقاته اللي هي 520 الف دولار
تاني شيء ان المدير الفني هيكون اللي هيمسك نادي الزمالك الفتره القادمه هيكون مدير فني مصري، وهيعلنوا عن اسمه بعد مباراه البنك الاهلي وصاد الزمالك في كاس الرابطه. وقلنا تاجيل مباراه الزمالك وصاد المصري في الدوري اللي المفروض كانت لعب الجوله 22. كل ده كان اخبار نادي الزمالك وليست اخبار نادي الاهلي. حاليا احنا نخش على اخبار نادي الاهلي وهنقول كل حاجه تخص نادي الاهلي. واحد، رسميا الاهلي والهلال المباراه بتاعتهم هتلعب يوم السبت 1 ابريل على استاد القاهره الساعه 9. خلاص ده رسميا هيتلعب المباراه قصاد الهلال يوم السبت في دوري ابطال افريقيا. المباراه دي في دوري ابطال افريقيا قصاد الهلال هتتلعب يوم السبت 1 ابريل على استاد القاهره الساعه 9. الخبر التاني اللي معانا رسميا برضو حضور 50,000 مشجع لمباراة الهلال والأهلي في استاد القاهرة. 50,000. 50,000 ده أنا عايزهم يهدوا الأرض، يهزوا الدنيا، بص يخربوا الدنيا. لازم النادي الأهلي يكسب، شمال يمين لازم النادي الأهلي يكسب. فحضور 50,000 ده شيء جامد جدا، يرعب الفريق اللي قصادنا اللي هو الهلال، يدي قوة للنادي الأهلي. فعايز الهتافات دي تهز المدرج. فأتمنى إن كل 50,000 دول يكونوا واقفين وقفة رجالة بجد في الاستاد. 3، رسميا الأهلي ينسحب من كأس الرابطة، ومفيش أي غرامة اترفعت عليه. مفيش أي غرامة اترفعت على النادي الأهلي. البطولة ديت اتعملت عشان تساعد الأندية وليست تاخد من الأندية. طلع النادي الاهلي انسحب بدون ما يدفع اي غرامه. يعني النادي الاهلي كان انسحب من بطوله كاس الرابطه، واكيد كده المصري اتاهل. ان الاهلي اللي هو اللي انسحب، فالمصري كان الاهلي والمصري يلعب بعض، راح الاهلي انسحب، الاهلي طلع لفوق صعد. يعني النادي المصري ونادي الاهلي انسحب من البطوله. فخلاص كان النادي الاهلي يعتبر ينسحب من كاس الرابطه، منسحب من البطوله العربيه. النادي الاهلي بينسحب من الاهلي من بطولتين عشان يقدر يركز في اللي جاي، ويركز في البطوله اللي هو فيها افريقيا والدوري وكاس الجديد، وعنده كاس قديم، وعنده برضه ماتشات سوبر. فبيركز على قد ما يقدر. وتاني حاجه عشان خاطر البدني. كل اللي قلناه ده كان يخص اخبار النادي الاهلي اللي هي كانت اقولها لكم تاني، اللي هي رسميا النادي الاهلي والهلال يوم السبت 1 ابريل الساعه 9 على استاد القاهره. وخبر تاني اللي هو حضور 50,000 متشجع لمباريات الهلال والأهلي في يوم السبت 1 إبريل على استاد القاهرة. هيحضر 50,000 مشجع. والخبر الثالث اللي هو كان انسحاب نادي الأهلي من بطولة كأس الرابطة. بس فكل سنة وانتم طيبين برضه في نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ده متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.